وعرفتي أخويا حمزة، كلما تم ذكر الحرب العالمية الثانية يتبادر إلى ذهني واحد الصورة يعني تلخص ماهية الحرب. الصورة هي The Boy Standing by the Crematory. هي واحد الصورة ديال صبي صغير يقف بثبات أمام محرقة جثث. وكيقول جو أودانل الرجل الذي أخذ الصورة في كلماته: رأيت صبيا في 10 من عمره بجانبي، كان يحمل طفلا على ظهره. في تلك الأيام كنا نرى في اليابان الأطفال يلعبون مع إخوانهم أو أخواتهم الصغار على ظهورهم، ولكن هذا الصبي كان مختلفا. أستطيع أن أرى أنه جاء إلى هذا المكان لسبب آخر، وكان رأس الصغير على ظهره مائلا إلى الخلف كما لو كان نائما. كيقول لك: وقف الصبي هناك لمدة 5 أو 10 دقائق، اقترب منه الرجال الذين يرتدون أقنعة بيضاء وبدأوا بهدوء في خلع الرباط الذي كان يحمل الطفل، وذلك عندما اكتشفت أن الطفل قد فقد حياته. أمسك الرجال الجثة من اليدين والقدمين ووضعوها على النار. وكيقول لك عاوتاني: وقف الصبي هناك منتصبا دون أن يتحرك يراقب النيران، كان يعض شفته السفلى بقوة حتى صارت تسيل منها الدماء. التهمت النيران جثة أخيه ثم استدار الصبي ومشى بعيدا في صمت صارخ. يعني هذه واحد الصورة من أكثر الصور المعبرة في تاريخ البشرية على الحرب، وكيفاش أنه السيفيليانز، الناس اللي ما داروا لا بيديهم ولا برجليهم ولا تياكلوا الطق،